السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنقول لكم على قنوات السعودية سنة والسعودية قرآن. ازاي نعرف نجيب التردد بتاعها او ننزل التردد بتاعها على الريسيفر. اللي قدام حضراتكم ده ريسيفر سالك اتش دي صغير. القناتين بتبث البث بتاعها من المملكة العربية السعودية، من المملكة العربية السعودية، أيوة، على مدار اليوم 24 ساعة يعني. وهي من أفضل القنوات، ومنها قنوات اتش دي وقنوات اس دي. القنوات جميلة جدا جدا جدا، أنصحكم إن شاء الله إن انتوا تتابعوها. دلوقتي هنروح للتركيب. بعد ما نروح للتركيب هنجيب الريموت ونضغط على قائمة الميني، هتجيب التركيب، تضغط اوكي. تجيب اعدادات الهوائي الرقم الاولاني، دي قنوات النايل سات او الاقمار النايل سات والاوروبي وعرب سات والنايل سات. هتنقل بقى على ايدك اليمين لزرار التعلية. عايز تضيف قناة هنا هتضيف، تضغط اخضر، يجيب لك الخانة الاولانية اللي هي التردد ديت. تكتب التردد بتاعنا اللي هو 12.1.4.9. الرأس ديت افقي، نخليها افقي على 2.7.500، دي ثابتة. ومعدل التصحيح ديت على طول تلقائي. ننزل تحت على بحث التردد، هندوس اوكي. هجيب لنا لوحة بحث عن القناة المجانية فقط، هنقول له نعم. طرق حذف البرامج نقول له لا، مظبوط. بحث الشبكة، بلاش نفتح الشبكة، خليها لا برضه. نضغط اوكي، عشان احنا لو فتحنا الشبكة ديت هتعمل بحث على القمر كله. هل تريد حفظ المعلومات بعد ما القنوات نزلت؟ هتقول له نعم. بعد ما تقول نعم الريسيفر بيطلع خروج لوحده. ودي القنوات بتاعتنا، دي السعودية قرآن ودي السعودية سنة. ده كان شرح النهاردة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.